السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في كل يوم معلومة قانونية. المعلومة القانونية بتاعتنا الأولى النهاردة بتقول إن إهانة علم مصر بأي طريقة من الطرق أو عدم الوقوف احتراما أثناء عزف النشيد الوطني بيعاقب عليه القانون. العقوبة بتاعته الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على 30,000 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تضاعف تلك الجريمة، يعني إذا تكرر منك نفس الفعل دوت مرة تاني تضاعف الجريمة، بدل ما هي سنة هتبقى سنتين، وبدل ما الغرامة 30,000 جنيه هتبقى 60,000 جنيه. يشترط في الفعل المجرد إن هو لازم يكون حصل في مكان عام أو بإحدى الطرق العلنية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. الفعل نفسه بقى اللي هو إهانة النشيد الوطني أو عدم الوقوف احتراما أثناء عزف النشيد الوطني ده معاقب عليه بنصوص المواد 10 و11 من القانون رقم 41 لسنة 2014 الخاص بعلم مصر والنشيد الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.